يعني اغتيال صالح العروري من بين أبعاده ربما اغتيال رمز من رموز توقيع اتفاقيات المصالحة مع حركة التحرر الوطني الفلسطيني فتح وفصائل أخرى، وشارك في مفاوضات في القاهرة وخارجها وفي إيران وفي أماكن كثيرة للوحدة الوطنية الفلسطينية. هل أن الوحدة الفلسطينية واردة الآن بعد هذه الحرب شوف، في سيناريوهات المرحلة القادمة؟ الشهيد صالح العروري رحمة الله عليه يعني هو شخصية كانت واقعا فريدة، سواء كان في فهم المشهد السوري والتعاون مع النظام في سوريا، أو في توسيع دائرة التعاون مع إيران ومحور المقاومة، وأدى دور كبير في هذا الإطار. ولكن يجب أن لا ننسى أن هذا الخيار هو خيار حركة حماس. صح، هو أدى دورا كبيرا، ولكن الخيار خيار حماس، وأتصور أنه سيستمر ولن يتأثر بهذا الاغتيال الغادر الذي حدث من قبل الكيان الصهيوني. والوحدة الوطنية الفلسطينية هل ما زالت واردة؟ يعني هل أن بعد الحرب ما حدث مع الأسف هو أثر على الوحدة الفلسطينية بسبب وجود وجهات نظر مختلفة بالنهاية في مواجهة الكيان الصهيوني. البعض يعني بدل أن يجرم الكيان الصهيوني في كل ما ذهب إليه من جرائم، بدأ يجرم المقاومة في لماذا هي تقاوم وتدافع. من هنا في تصوري وحدة الموقف الفلسطيني هي ضرورة، ولكن ليست على أسس تبويس اللحى. أن يكون هناك برنامج واضح المعالم في دعم المقاومة، لأن المقاومة أثبتت هي السبيل الوحيد، وأن الكيان الصهيوني لا يفهم لغة غير لغة القوة، وليس هناك من طريق إلا المقاومة. شكرا.